حياكم الله اخوان، خلينا نشوف هذا المقطع الفيديو ونرجع نعلق عليه. وتروح والله حيدر الحمداني يريد يضب البنات اللي قاعدين يدخنوا النرجيله. لك عطل حيدر الحمداني، لا تخلينا نفتح مواضيع اعمق من القمشي. العب ما دخن النرجيله لين ما احب النرجيله، لو احبها ادخن وانت ما عليك. ايش علي انا عمو؟ تردين الدخنين، تضربين نارجيله، شيء يخصك هذا. واذا امك او ابوك او اخوك او زوجك يرضون انه تخلين رجل على رجل وتدخنين امام الشباب بالاماكن العامه، هاي شيء خاص بيكم، انتم اسره مع بعضيكم، اني ما لي علاقه بيكم. لكن اللي يخصني يا عمي هو انه حضرتك تجاوزتي علي، واللي قال لك تجاوزي على حيدر الحمداني حتى الطشين هذا واهم وغلطان. وسئلي اللي قبلك اللي تجاوزوا عليه شلون أدبتهم بالقانون. وعليه ومن هذا المكان أوعدك أنه قريبا راح تزورين السماوة وفقا للقانون، وإذا ما تندليها اسألي عليها ضروري لأن راح تجيها قريبا. أنا مستغرب ليش أنت منزعجة من طرحي لقضية تدخين النساء بالأماكن العامة. هواي نساء شفتهن ما معترضات، حتى اللي يدخنن قالن والله العظيم كلامك صحيح. وهواي رجال بنسبة 90% إلى 95% مؤيدين هذا الموضوع، إلا بعض الذكور ينزلون حيدر الحمداني منشورات وتجاوزات واتهامات وتأويل لحديث حيدر الحمداني. أنا كنت أتوقع النسوان راح ترفض، النسوان راح تنزعج من عندي، النسوان راح تهاجمني. شو أتفاجأ إنه مجموعة من الذكور ومن تدخل لصفحاتهم تلقيهم ناشطين. وأكتفي بهذا القدر، ناشطين، هم اللي معترضين. شنو علاقتك؟ هاي حرية شخصية، قانون كفلها بابا. أنا أشوف الناس يردون عليهم، أنت تقبل مرتك تحط رجل على رجل وتدخل بالأماكن العامة؟ يلصم على حلقة. ولك أنت يا ذكر تقبل أختك أو أمك تحط رجل على رجل بالأماكن العامة وتدخل أمام الشباب؟ إذا حكى الحائط حكى هذا الذكر. شوفوا مقالبين مواقع التواصل الاجتماعي، من واحد يسأل هذا السؤال يلصم على حلقة. اخوان، دعوتي كانت واضحة، خلي النساء تدخن ببيوتها، تدخن بأماكن مخصصة للنساء، بس رجل على رجل بمحافظات مقدسة ومحافظات محافظة اجتماعيا وعشائريا مو صحيح. والقضية ما بيها أنوثة، بالعكس الشباب وكل الحاضرين ينتقدون هذه الظاهرة لأن معيبة. دخان